واش هو كيشوف العالم كينوض يساعد كلشي والا الشعب المغربي كاع هادشي اللي كيطرا في المغرب ما كيشوفوش. هادشي ما كيدخلش والله الا تفهمت سته. وكيشردوا المغاربه وكيضمنوا الحقوق اليهود، واليهوديين كانوا يريبوا لهم مقبره وسط المغرب. قال لهم الا بغيتوا تريبوا لنا المقبره تاع الاهالي ديالنا عطونا 120 مليون للراس. والاموات الاموات اليهوديين وعندهم الحقوق، والاحياء اللي هما مغاربه كيتشردوا وقالوا لهم تبنوا لنا مقبره كتشوف في البحر. كما شاهدتوا معنا في البدايه ديال الحلقه اليوم فيديو جديد خطير، دخلوا شاهدوا بنفسكم. ما تنساوش تردوا لينا في كومونتيرات وتبارطاجيوا الخوت، وما تنساوش تعاونونا المتابعه واللايك باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. الا تفهمت سته. وكيشردوا المغاربه وكيضمنوا الحقوق اليهود، واليهوديين كانوا يريبوا لهم مقبره وسط المغرب. قال لهم الا بغيتوا تريبوا لنا المقبره تاع الاهالي ديالنا عطونا 120 مليون للراس. والاموات الاموات اليهوديين وعندهم الحقوق، والاحياء اللي هما مغاربه كيتشردوا وقالوا لهم تبنوا لنا مقبره كتشوف في البحر. يا الله وكيتشرطوا من الداخل، كيتشرطوا وسط البلاد. وانت كمواطن مغربي وقول لهم غير يعطوك البديل يدق يجلسوك على القرعه. المغربي كان يفكر في الحقوق اللي هي الصحه والتعليم، ولا دابا كيفكر في السكن اللي هو من حقه. بلاص ما نسكنوا المواطن ولينا نهدموا المواطن ونشردوه. وحنا اصلا عندنا عيوب بان المواطن كينعس في الزنقه. حنا خاصنا نقصوا من التشرد تاع المواطن. حنا لا كنزيدوا التشرد والتهميش وكندمروا هذاك المواطن باش المواطن ما يبقاش فين يتنفس، يبقى يفكر في بلاصتو، يبقى يفكر. حيت المواطن اللي تزادتو هكا كيفكر النظام ديالكم المجرم. المواطن اللي تزادتو شي حاجه يبغي يكثر. شنو نديروا له؟ خاصنا ديما نخلوه يفكر في بلاصتو. ديما نديروا له هذاك التعذيب الضمير، ونديروا له الارهاق، ونديروا له ترهيب، وبقاو ديما يرهبوا فيك ويعيشوك واحد الدوامه واحد الدواره تبقى تدور بلاصتك. هادشي اللي كيدير لكم النظام. اما البراني كيضمنوا له الحقوق ديالو ويهضروا مع اليهود، يمشي يريبوا المقبره تاع اليهود. لما يجي نتنياهو المؤخره ديالو اللي هي العفاء ابو زعيتر وباب ديدي، لما يصيفط فيها شي صاروخ اللي باق. نتوما مازال ما بغيتوش الدل فين خلاكم فين وصلتوا. هو بقاو عايشين في العبوديه، بقاو تمجدوا. عاش صاحب الدجاجه، بقاو ديما تبوسوا اليدين. الملك ديالكم ملك عليكم نتوما، ماشي ملك عليا انا مالك الفكر، مالك التحرير، مالك اللي هي كدي واحد الطريق الصحيحه. انا ما ملكتش العبوديه. اما كتهضروا على المستوى الدراسي، عندكم مستوى دراسي مستوى عالي في العبوديه، في بوس اليدين، وفي في الانبطاح للنظام الملكي. اما انا مستواي الدراسي عالي، ما بقاتش في مستوى. يعني يكون عندك مستوى اللي هو واحد الدبلوم ما يوكلكش طرف الخبز في المغرب، وعندك تعياشيت بروماكس. انا عندي مستوى عالي عليكم. ما كنامنش بالعبوديه، ما كنامنش ببوسه اليدين، ما كنامنش باننا حنا خاصنا نعيشوا تحت منظومه ديكتاتوريه خائنه للشعب. حنا كشعب مغربي خصنا نكونوا احرار، تخلقنا احرار، خصنا نموتوا احرار. لهذا حنا لسنا مقيدين من طرف النظام. اما انت مساواة، عندي مستوى في الدكتوراه، ولكن عياشي وعبيد وكتبوس اليدين. ما هذا يا هذا؟ تحرر من العبودية لكي يكون عندك مستوى. ما بقاتش في speak English ou je parle français, parlo italiano,
هابلو اسبانيولا ما بقاتش. فهمتي اللغات حفظناهم في الزنقه، ما بقاتش. شنو عندك في داك الراس؟ ما بقاتش الدبلومات. راه تقدر تحط واحد امي وانت اللي قاري راه تبقى تبلق في عينيك. فهمتي؟ تحرر من العبوديه ولدي. سير بنتي تحرر من العبوديه. سير الله يرضي عليكم. سيروا حروا انفسكم ونفضوا حوايجكم من العبوديه. راه ريحه الغموليه عطات. يلا بركه من البوسه اللي دينو من التقديس واحد النظام اللي هو خائن للشعب المغربي. وانت اصلا ما تقدرش تنقز على النظام ديالك وتقول له جيب الثروه اللي مهربه لبنما وسويسرا، ولا جيب الثروه اللي باني بها المشاريع ديالك خارج المغرب في ميريكان وفي الاتحاد الاوروبي. ما تقدرش. انت كتعرف تنقز ونقز على النظام ديالك. قول له خرج السجناء اللي هما وراء القضبان اللي هما طالبوا بحقوق اللي هي مشروعه من اجل واحد الشماته بحالك انت عياش اللي كتمجد واحد النظام اللي هو مجرم. ما تقدرش. ولكن للاسف حنا كشعب حر عندنا الدم ديالنا ما مستعمرش. ماشي بحالك انت دمك مصولك النظام. ما تقدرش تهضر على حقك، ولا بغيتي تهضر على حقك خاصك تمجد النظام، لان تزرع فيكم الخوف. نتوما كتباهاو شي حاجه سميتها القنينه. كتشوفوا شي واحد اللي كيهضر لكم على الحقوق ديالكم كتباهاو بالعدس وتباهاو بالقنينه انكم نتوما ما عشتوش وما شفتوش. راه العالم فيه الفساد، ولكن كاين الفساد مع بعضياتهم. ماشي البراني كيدخل ويفسد ويبول ويشري مغربيه بطاكوس ويصورها للعالم. ماشي واحد يجي براني ويدخل ويستعمرك داخل البلاد وينزعوا لك الارض ديالك ويبيعوها ليه. يفضلوا البراني عليك التايه. سير حلل وناقش ودخل بحث وداك الدماغ اللي عندك فيه العدس وعاشه صاحب الدجاجه حلو بحث. راه كاين العالم فيه الفساد، ولكن ماشي الفساد اللي كاين في المغرب. راه المفسد والمجرم والمهان راه هو النظام ديالكم. واش كتسناو من النظام ديالكم اللي برهوش حاكمنا برهوش يحكمنا برهوش وكيدرب فيه دابا با باش ياخذ بلاصتو؟ اش تسنى؟ اللي داروا با غادي يكملوا ولدو. برهوش انا يحكمني ونبوس لي يديه. شكون هو في ملك الله؟ تحية الاحرار. هادشي اللي كنقول انا راه بزاف على طاسيلتك باش تفهموا. تحية الاحرار. كما شاهدتوا معنا هذا الفيديو هذا، ما تنساوش المتابعه واللايك باش يوصلكم الجديد. يلا الخوت ديروا شي لايك، ما تنساوناش باش نحطوا لكم فيديو جديد ان شاء الله.